بالكرات العرضيه اللي بيقوم بيها بر محمد، اللي بيمتاز بالكرات الطوليه، وعنده لعيب كره كوير كده بلغه الكره. مروان حمدي اللي ضربات راس عنده قويه، وكان خد كذا كره من محمد عبد المنعم ومن رامي ربيعه. وشفنا كذا لقطه في الشوط الاول النادي المصري كان ممكن يسجل من خلال الهدف الاول. ورغم الفوز الكبير النادي الاهلي على النادي المصري ب 4-0، لان في فرق طبعا في امكانيات اللعيبه. يعني بالنسبه للنادي المصري القيمه التسويقيه بتاعته حوالي 8 مليون دولار، والنادي الاهلي في فرق تقريبا 22 مليون دولار. النادي الاهلي تقريبا القيمه التسويقيه بتاعته 30 مليون دولار. هنعمل كده مقارنه لحد ما اللعيبه الدوليه المتواجده في الذات في الماتشات الثقيله في الدوري المصري، خصوصا ان منتخب مصر داخل على فترات مهمه. يعني عندك ماتش ودي تقريبا هتلعب الجزائر في معسكر اكتوبر، غير طبعا تصفيات كاس عالم وبطوله افريقيا اللي هتقام في كوت ديفوار. فهنقيم بين اللعيبه كده بحيث نشوف افضل اللعيبه اللي ممكن تروح لمنتخب مصر المعسكر الجاي ان شاء الله، ونقدر نخلي ما بيننا كده اختيار منطقي مع الوقت من خلال تقييم مفصل شويه على فتره زمنيه كبيره، بدل التقييم المجمل اللي هو مبني على وجهه نظر حتميه لمجرد اسم اللاعب موجود في نادي معين وخلاص. يعني انت عندك كده تقييم ما بين محمد عبد المنعم وبهر محمدي، اتنين لعيبه دوليه، واتنين